لو انت قارئ او بتفكر انك تكون قارئ بتحب مجالات معينه وحابب تقرا عنها كتب، ولكن مثلا فتحت كتاب وحسيت نفسك انك مش مستلطف الكتاب او حتى مش مستلطف الكلام، فعايز اقول لك كمل الكتاب للاخر. سواء الكتاب عجبك او مش عجبك، حاول تكمل الكتاب للاخر. هتقول لي طب الكلام ده مش عاجبني، خد اللي تستفيد بيه، والكلام اللي تحس عكس الطبيعة بتاعتك ممكن ما تتقبلوش، او حاول تدي وقت لنفسك انك تفكر وتكمل الكتاب للاخر. بمعنى انا اقول لكم حاجه، الكتاب ده مشهور جدا اسمه جلسات نفسيه. انا في كلام كتير انا مش عاجبني، في بعض الكلام فيه بحس انه بيطبطب، تمام، اللي هو مجرد بيحايل اللي هو بيقرا، اللي هو بيقول له انت تمام خليك كده يعني. انا الكلام ده مثلا مش عاجبني، ولكن شايف انت كل الكلام، الورق اللي معمول عليه متطبق في الكتاب ده، انا ده الحاجات اللي انا استفدتها من الكتاب، ولكن كملت الاخر. تمام، في اي كتاب هتقراه حتى لو الكاتب بعض النظريات فيه مضايقاك او كذا، اقرا، خد اللي يلزمك، تمام، خد اللي انت هتحس انك تستفاد منه، واللي انت هتحس ان هو مناقض لتفكيرك، او حتى حاول تدي فرصة انك تفكر. ممكن تكون فاهم الكلام غلط، ولكن برضه لو لقيت حاجة مضايقاك خالص تجاهلها وكمل ودور على اللي انت مثلا ونفرض جلسات نفسية، شوف ايه اللي ممكن تستفاده من ده، واللي مش شايفه انك مش هتستفاد منه تجاهله وكمل للاخر. اهم حاجة كمل ايه الكتاب للاخر. انا في بعض الكتب يعني ممكن لحد مختصرة نصها كده انا مش مستفاد اي حاجه، وحاسس ان الشخص عمال يتكلم وخلاص، ولكن ببدا مثلا في النص التاني احس ان في حاجات انا لقيتها مفيده. فدور على الافاده من اي كتاب حتى لو متضايق من الكاتب، وحتى لو في بعض الحاجات مناقضه لتفكيرك، دور على اللي تستفاد منه وتجاهل اللي هتحس انه مضايقك، وبس كده.